بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شايفكم طيبين؟ اتمنى تصلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. في هذا المقطع يا جماعه الخير راح نتكلم لكم عن افضل الطرق اللي ممكن تحصل فيها فلوس في جراند 5 بدون اي متطلبات، وايضا راح نتكلم عن الخصومات والدبل والاشياء اللي ممكن انك تستغلها خلال هذا الاسبوع في لعبه جراند 5. لكن قبل ما ابدا المقطع تاكد انك تنزل تشترك وتفعل زر الجرس وتعطينا لايك في طريقك يا وحش. ويا جماعه متجر القناه حاليا في الديسكربشن في عرض اللي هو لو بتاخذ مليار راح تحصل مليار ونص بدل المليار، يعني حتحصل 500 مليون هديه من المتجر لكم. بديش اطول عليكم يا جماعه الخير، لا تحرمونا من دعمكم. خلونا نبدا في مقطع اليوم. يلا اوكي يا جماعه الخير، اول شيء حنبدا فيه واللي هو السياره الموجوده في مكان السباق السيارات. حتحصل هذه السياره لازم تطلع توب 3 في 5 ايام على التوالي او على مدار 5 ايام بشكل اصح. هذه السياره صراحه شكلها جدا جميل، سياره كلاسيكيه نوعا ما، ممكن انك تحصلها ومو صعب جدا. بالنسبه للخصومات الفاسيلتي عليه خصم يا جماعه الخير، ممكن انك تقريبا كل الاشياء اللي موجوده في الفاسيلتي عليها خصم. الفاسيلتي بذات نفسه حتى الاضافات اللي بالفاسيلتي عليها خصومات. فلو ما عندك فاسيلتي وحابب انك تشتري فاسيلتي، هذا الاسبوع اللي صراحه انصحك انك تروح تشتري لك فاسيلتي. لو ما عندك فاسيلتي سمي بالله وروح اشتري لك فاسيلتي، حتستفيد من مهمات الهايست وحتقدر تلعب مهمه الغواصه. مهمه الغواصه يب. طيب بالنسبه يا جماعه الخير للخصومات، الشيء عليهم خصومات وايضا بعد السيارات السباق عليهم خصومات في الليجندري موتور سبورت. زي ما انتم ملاحظين عليهم خصومات صراحه جدا جدا رهيبه، توصل ل 40 او 45%، واللي هو خصومات جدا كويس. بالنسبه للاماكن المركبات الحربيه، في مركبات عليها خصومات زي ما انتم ملاحظين، في الدباب الاسطوري صراحه، وفي ايضا بعض المركبات الاخرى اللي ممكن انك لو انك مهتم فيها تروح تشتريها. ايضا بالنسبه للسيارات اللي في الساوث سان اندرياس، بعض السيارات عليها خصومات صراحه، يعني هذه اذواق عاد. بالنسبه للدبل، في عندك الريسز، هذه المهمه الستريت ريس عليها الدبل فلوس ودبل اربي صراحه مهمة كويسة، لكن ما حتطلع لك رقم جدا كبير. ما ححكي لك حتطلع لك، لا ما حتطلع لك رقم جدا كبير ابدا، لانه الريسز ما بتطلع كثير. فممكن انك لو انك حابب تلعبها تدخل وتلعبها وتتسلى، لكن خلي في بالك ما راح تطلع لك اكبر رقم على الاطلاق، لانه دائما الريسز ما بيطلعوا لك كثير، ومن شخصين ل8 اشخاص. فكل ما زاد عدد الاشخاص طبعا راح يزيد نسبة انك تطلع فلوس اكثر من هذه المهمة. بالنسبة للسيارات الموجودين في مكان السيارات الفخمة، في عندك هذه السيارة صراحة سعرها 1,400,000 تقريبا، سيارة شكلها كويس. وعندك هذه السيارة ايضا تقريبا سعرها $500,000، هذه صراحة شكلها جدا عاجبني. بالنسبة للسيارات اللي موجودين عند البطل سايمون، في عندك هذه السيارات سيارات منوعة، ممكن انك تيجي تاخذ لك لفة عجبتك سيارة. في عندك هذا البي ام دبليو صراحة شكلها جدا رهيب. السباقات، الار سي بانديتو مكانه هون في الخريطة، الاتش اس دبليو مكانه هون في الخريطة، وعندك السباق العادي مكانه هون في الخريطة. طبعا لو بتسوي هذه السباقات كلها راح تحصل مبلغ جدا اسطوري، واللي هو فوق $500,000. وطبعا يا جماعة الخير بالنسبة لمهمات الفاسيلتي الهايست عليهم دبل ونص. فلو بتشتري الفاسيلتي انت مش بس حتشتري الفاسيلتي برخيص، راح تشتري الفاسيلتي وراح تقدر انك تلعب مهمات وهذا الاسبوع وتحصل دبل ونص على المهمات. فانا حرفيا انصحك لو ما عندك فاسيلتي وقادر تشتري فاسيلتي، اشتري فاسيلتي والعب مهماته، وحتحصل اكثر من سعر الفاسيلتي، لانه مهماته عليها دبل ونص، واللي هو رقم جدا اسطوري، واعتبرها صفقة جدا مميزة وجدا ممتازة. راح تشتري برخيص وراح تطلع اكثر بدبل ونص من المهمات الشيء اللي راح تشتريه. الخير طبعا كبونس راح نسوي اللي هو سباق الوقت العادي اللي موجود على جميع المنصات، البي اس 4 البي اس 5 الاكس بوكس 1 الاكس بوكس سيريز اس واكس والبي سي. السباق الاعتيادي راح نسويه ونحصل منه 100,000. فلو حابب انك تسويه راح اشرح لك كيف تخلصه بسهولة وبدون اي تعقيد وباذن الله من اول مرة. كل اللي عليك تجي على مكان السباق يا جماعة الخير، مدة السباق دقيقة او 10 ثواني. حتبدأ السباق بشكل جدا طبيعي، حتحدد على مكان السباق، وراها راح نطلع من السباق طبعا وراح نرجع نبدأ من جديد، لانه حاليا الوقت قاعد يحسب. تمام، طبعا السباق مكانه ما بعيد ابدا، حتضغط وحتدعس نفس الطريق اللي انا حمشي في السباق يا جماعة الخير. زي ما انتم ملاحظين حتسلك نفس الطريق. طبعا هذا السباق ما ينفع تجي بسيارة، ما حيزبط معاك ابدا. ممكن سيارة جبلية ممكن، لكن انصحك تجيب دباب. طبعا الدباب اللي انا قاعد استخدمه يا جماعة الخير واللي هو الباتي 080 اتوقع اسمه، اللي هو سعره 15,000، اللي هو رقم جدا جدا بسيط. راح اجيبه ب15,000، راح تطلع 100,000 كل اسبوع من وراء هذا الدباب.
دباب جدا اسطوري. امشي بنفس الطريق واطلع في هذه الطلعه، وحاول انك ترفع الدباب، لانه كل ما ترفع الدباب راح تزيد سرعته. هذا الشيء خليه في بالك ولا تنساه ابدا. كل ما ترفع الدباب السرعه تاعيته حتزيد يا جماعه الخير. حاول دائما انك تركز، بس تستخدم الدباب انك ترفع الدباب، لانه اذا رفعت الدباب السرعه حتزيد. طبعا الطريق هون جدا وعر، فعشان هيك حكيت لك ما تستخدم سياره، ما حتنفع معك السياره. الدباب حيكون احسن ب100 مره. طبعا ضايل 15 ثانيه لحد ما يخلص السباق، ونحن قربنا على مكان السباق. ضايل من هذه اللحظه 10 ثواني. هل راح نقدر نخلص السباق ولا لا؟ زي ما انتم شايفين يا جماعه الخير، السباق ضايل 4 ثواني على السباق. زي ما انتم لاحظين، ثانيه خلصنا السباق قبل ما يخلص الوقت بأجزاء من الثانية، وأخذنا 100,000 وزيادة عليها 1000. فيا جماعة الخير زي هيك بنكون اتكلمنا عن كل شيء تقريبا في هذا المقطع. أتمنى تكونوا استفدتوا من المقطع صراحة. حاولوا انكم تستغلوا جميع الطرق وجميع الخصومات وجميع الأشياء اللي تكلمنا عنها في هذا المقطع. لو عندكم أي اقتراحات أو شيء اكتبوا لي في التعليقات. زي هيك يا جماعة بنكون وصلنا نهاية هذا المقطع. لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، الله يسعدكم. وبالنسبة للمتجر زي ما حكيت لكم، تاخذ مليار تحصل عليها 500 مليون. ايش 500,000؟ 500 مليون هدية. تاخذ مليار تحصل 1.5 مليار. بديش اطول عليكم، تشوفكم في مقطع ثاني. في امان الله.